بابا محمد السادس، بابا محمد السادس، وعلاش طبعتي مع اسرائيل؟ بغيت غير نقول لك انا علاش طبعتي معاها. واش طبعتي معاها باش تعرف القضيه ديال الصحراء؟ واش من اجل الصحراء؟ نتنياهو في هاد الايامات اللي دازت استضافت واحد القناه فرنسيه، هاد نتنياهو وقدم واحد الخريطه ديال الدول العربيه وفيها من طبيعه الحال المغرب، وهذا المغرب منفصل على القضيه ديال الصحراء. هاد نتنياهو هذا يدل على ان اسرائيل ما مستعرفاش بالقضيه ديال الصحراء وما عمرها غادي تستعرف بها. علاش؟ لان اسرائيل يعتبرونها في الدول الغربيه البنت المدلله. البنت المدلله بالنسبه للدول الغربيه وراها هي اسرائيل، وهذه البنت المدلله طايحه في غرام، طايحه في غرام في رجل الفحل. وشنو هذا رجل الفحل؟ رجل الفحل هي الجزائر. اسرائيل باغيه دير علاقه مع الجزائر، اسرائيل مغرومه في الجزائر، اسرائيل خصها دوله اللي تكون قويه في شمال افريقيا. وشنو هي الدوله اللي هي قويه في شمال افريقيا؟ هي الجزائر، اقتصاديا بطبيعه الحال، وعسكريا، وعندها المساحه كبيره، المساحه كبيره، الارض ديال الجزائر كبيره، راه هي الدوله الوحيده اللي في افريقيا اللي كبيره المساحه ديالها وهي الجزائر، وباغيه دير العلاقه معاها. والقضيه ديال تستعرف بالقضيه ديال الصحراء ابدا. اقسم لك بالله اسرائيل ما عمرها تستعرف بالقضيه ديال الصحراء. علاش؟ لان المغرب مجرد قوات، حنا ديجا قلناها، المغرب قوات، والمغرب كتقول له انعس ينعس، وقف يوقف. راه غير في هاد الايامات هذه اللي دازت وحد بكاملها سفط فلسطين كتقاتل بجانب اسرائيل ضد فلسطين. هاد محمد السادس، هاد محمد السادس اللي نتوما مغشوشين فيه، اللي ما عارفينش الحقيقه ديالو. واحد في التعليق قال له ودي الا دخلنا في الحرب ما بيننا وبين الجزائر المغرب يغلب. المغرب يغلب بها ولا بالزغب اللي داير بها؟ الا دخلنا في حرب مع الجزائر خصكم تعرف بان الجزائر تغلبنا فضينا. اقسم لك بالله حتى تدخل للقصر وتحيد تهبطها وكسروا محمد السادس ويبزقوا فيها. هاد الجزائر انتم اللي حاقرينها. الجزائر دوله قويه، اقسم لك بالله يا قويه يا احسن من المغرب